اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله نستعرض مباراة اليوم الجمعة بإذن الله. صلي على حبيبك المصطفى بإذن الله. مباراة اليوم الجمعة 2/5/2025. وأول حاجة هنشوفها هي في الدوري المصري بين سموحة والإسماعيلي في مباراة الأسبوع الرابع. تبقى المباراة دي في الأسبوع الرابع بإذن الله في الدوري المصري في المباراة الفاصلة. والمباراة إن شاء الله النهاردة هتبقى الساعة 5 مساء بإذن الله. أما المباراة اللي بعديها إن شاء الله في الأسبوع الرابع برضو الساعة 8 مساء بإذن الله، وهي مباراة زد وطلائع الجيش بإذن الله في المباراة الفاصلة في الدوري المصري. دول المباراتين بس اللي هيتلعبوا في الدوري المصري النهاردة إن شاء الله. أما البطولة اللي بعديها هتبقى كأس الأمم الأفريقية ل20 عام. هتبقى مباراة في الجولة الأولى بين السنغال وأفريقيا الوسطى. المباراة إن شاء الله الساعة 6 بإذن الله على قناة بي إن سبورت 6. أما المباراة التانية هتبقى في الجولة الأولى برضو الكونغو الديمقراطية وهي غانا في نفس البطولة كأس الأمم الأفريقية 20 عام. اما في الدوري المباراه اللي بعدها هتبقى في الدوري الاسباني، وهتبقى رايو فيكانو مع ختافي في الاسبوع الرابع والثلاثين الساعه 10 باذن الله. اما في الدوري المباراه اللي بعدها هتبقى ان شاء الله هنشوفوها دلوقتي في الدوري الانجليزي مانشستر سيتي وولفر هابتون أوليفر هابتون في الساعة 10 بإذن الله الأسبوع الخامس والثلاثون النهاردة على قناة بي إن سبورت 1 HD إن شاء الله. عمر مرموش. المباراة اللي بعدها في الدوري الإيطالي هتبقى تورينو وفينيزيا في الأسبوع الخامس والثلاثون في على قناة ستورز بلاي. هتبقى المباراة إن شاء الله الساعة 10 إلا ربع بإذن الله. أما الدوري الفرنسي هيبقى نيس وريمس في الأسبوع الثاني والثلاثون على قناة بي إن سبورت 4 HD الساعة 10 إلا ربع بإذن الله. وطبعا نيس دي فريق محمد عبد المنعم، بس طبعا محمد عبد المنعم مصاب ربنا يشفيه. اما المباراه اللي بعدها في الدوري الالماني الاسبوع الثاني والثلاثون وهايدنهايم وبوخوم الساعه 9:30 بإذن الله برضو في الدوري الأسباني في الأسبوع الثاني والثلاثون. أما المباراة اللي بعدها في الدوري السعودي في الأسبوع الثالث على قناة SSC سبورت هي الاتفاق والخليج الساعة إن شاء الله الساعة 7:10. طبعا بيلعب في الخليج محمد شريف. في الأسبوع الثالث برضو قناة برضو في نفس الدوري السعودي الفيحاء وضمك على قناة برضو CS سبورت الساعة 7:05. وطبعا بيلعب في ضمك طبعا طارق حامد لاعب الزمالك السابق والمنتخب. في مباراة تالتة في الدوري السعودي برضو القادسية والخلود الساعة 9 برضو في الأسبوع 30 برضو على قناة برضو CS سبورت برضو في نفس القناة. اما في الدوري البرتغالي البرتغالي وموريرينسي الساعة 10:15 طبعا في الاسبوع الثاني والثلاثون برضو. وطبعا برضو دي من الفرق اللي الاهلي هيقابلها في كاس العالم للاندية. اما الدوري التركي وانطاليا سبور وكونيا سبور إذا الأسبوع الرابع والثلاثون بإذن الله الساعة 8 بإذن الله كل توقيت القاهرة بإذن الله. ما تنساش الاشتراك وفعل الجرس ليوصل لك